إهانة المرأة المصرية وإفساد الذوق العام، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي استغلال سيء. بالأسباب دي تم القبض على عدد كبير من التيك توكر، أشهرهم سوزي الأردنية وشاكر محظور. شاكر قبل ساعات من القبض عليه خرج في لايف على قناته ومن بيته، وقال إنه معملش أي حاجة تستدعي القبض عليه، وإنه مستعد لمساندة أي حد يطلب مساعدته، وإن الوقت ده مش وقت الشماتة، وإنه مش متخيل إنه يتم القبض عليه لأنه معملش حاجة تستدعي القبض عليه، إلا إنه تم القبض عليه وهو قاعد على كافيتيريا، وتم تحويله للنيابة لنفس الأسباب اللي كانت سبب القبض على سوزي الأردنية وغيرها من التيك توكر الآخرين. وعلى حسب المعلومات المنتشرة وصل عدد المقبوض عليهم لغاية دلوقتي 11 بلوجر. هتسألني وتقول لي ليه دلوقتي بيتقبض على الناس دي؟ هقول لك الحكاية بدأت من عند بنت مبارك اللي فتحت ملف كبير جدا على البلوجر في مصر، ومصادر الأرباح اللي بيحققوها، وقضايا الإتجار في الأعضاء وغسيل الأموال والمخدرات، وقضايا كتيرة جدا بنت مبارك فتحتها بقصد أو غير قصد. المهم الموضوع لما وصل للنيابة أصبح لازم تكون في وقفة ونعرف الناس دي بتكسب منين وبيعملوا إيه، والفلوس اللي بيكسبوها دي مصدرها إيه، والأرباح الكبيرة اللي حققوها في وقت قصير جت منين ومن مين. أسئلة كتيرة وكبيرة لازم النيابة تعرف الإجابة عليها. وأنا كنت قلت في فيديو امبارح إن الموضوع ده مش هيخلص على خير وهيلم معاه ناس كتيرة وكبيرة، وأنا لازلت متوقع إن لسه في حلقات تانية من مسلسل كشف أسرار عالم التيك توك في مصر وأسرار الأرباح اللي بيحققوها، وهل فعلا الناس دي متورطين في عملية غسيل أموال والإتجار في المخدرات والأعضاء. وعشان نعرف الإجابة على الأسئلة دي علينا نستنى النيابة لما تخلص تحقيقها مع الناس دي. ده كان كلام الناس النهاردة، ولو حصلت أي حاجة جديدة هتلاقيني عامل لك فيديو وببلغك بكل جديد، فأنت ما تستخسرش لايك للفيديو واشترك في القناة، وسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.